السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وحبايبي وأصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع أحمد الأفندي. الحقيقة بس عندي القصة والحكاية بتاعة إصابة إمام عاشور. إمام عاشور مفيش إصابة ولا في أي حاجة، الموضوع كله إن هو تعرض لكدمة في الكاحل في مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري. القصة كمان الأهم موضوع إيقاف كهرباء. هقول لك كل حاجة، ولكن صلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله، دي أهم حاجة، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اشتركوا في القناة بقى لو انتوا لسه مش مشتركين، فعلوا الجرس على الكل لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد قبل أي حد. الفترة اللي جاية فيها أخبار مهمة جدا. تفاصيل إيقاف كهرباء. موضوع إيقاف كهرباء يا جماعة هو العقوبة اللي هتتوقع عليه حوالي 6 مباريات في بداية الموسم. المفروض ان هو مش هيلعب المباريات الأولى للدوري، ولو في كاس لو في سوبر لو في اي حاجه هتتلعب من ضمن 6 مباريات، لان المفروض ما بيطبقش العقوبه على كل البطولات، كل بطوله على حده، وده القانون الجديد وده اللائحه. فهو هيقف 6 مباريات في الدوري، يعني القصه كلها ان هو يقف 6 مباريات في الدوري، وان شاء الله تخلص على طول، وموديست موجود وكل التفاصيل اللي احنا قلناها عن موديست. فباذن الله الفتره اللي جايه كل التوفيق لكهرباء ويرجع بقوه ويشارك مع الاهلي في المباريات القادمه بشكل قوي جدا. كمان كان اعلاميين كتير اتكلموا في المواضيع دي، ان النادي الاهلي بيستعد لمباراه المصري، ولكن الاستعداد فيه مشاكل. لا، مفيش مشاكل يا جماعه، الاهلي بيستعد بكامل قواه. بيشارك كل اللعيبه المقيده في القائمه، من ضمنهم موديست طبعا هيلعب خلاص. ولكن الاهلي بيقفل صفحه السوبر الافريقي لانه في ازمه داخل اللعيبه نفسيا، وفي ازمه مع كابتن خالد بيبو مدير الكره، ولكن هقول لكم عليها في الفيديو القادم. تابعوني، اشوفكم في فيديو جديد، ودايما استنى كل جديد وحصري هنا على قناه باكورد. مستنيكم دايما، تنتشوا اللايك، تفعلوا الجرس على الكل. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله. سلام.